هايدي انا اكل ايه؟ انا جعانه وزهقانه ومعيش غير 200 جنيه وكمان عايزه افطر فطار كتير جدا ويكون اوبن بوفيه على البحر. اوبن بوفيه على البحر وب 200 جنيه؟ 200 جنيه معيش غيرها بس. رحت وخدت الصدمه ان عندهم واحد اوبن بوفيه ما شفتوش في حياتي غير في الفنادق الفايف ستار اللي موجوده بره اسكندريه. كل حاجه تتخيلها بالنسبه للفطار هتلاقيها في الاوبن بوفيه، وكل انواع اذا كان شرقي او غربي او مصري. وبعيدا بقى عن الاوبن بوفيه اللي لسه احكي لك تفاصيل اكتر عنه، هو احلى حاجه بتميز المكان ده ان هو صف اول على البحر، فهتحس ان انت جوه الميه. ولك ان تتخيل كده ان الاوبن بوفيه ده ما بيعديش ال 190 جنيه شامل طبعا الفطار، وتقدر تريفيل براحتك. يعني لو خلصت طبقك تقدر تاخد تاني بكل بساطه. طبعا الفطار والحلويات واي درينك من اللي موجودين في الاوبن بوفيه. ملحوظه مهمه بقى، الاوبن بوفيه ده مش بيكون غير يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الجمعه، وبيكون من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 1. وعلشان جمهوريه خالد فين قررت اكسب 2 يفطروا ببلاش في المكان اللي زي القمر ده. وعلشان تكسب في المسابقه اللي بقول لك عليها دي، اكتر حد هيحط كومنت هيكسب هو فرد كمان. وبالمناسبه لو معاك طفل ما تشغلش دماغك خالص ان الكيدز اريا مجانا، مكان جميل بكل المقاييس، زائد ان هم عندهم باركينج خاص بيهم، وكمان المكان مهيأ قوي ان انت تتصور في كل حته فيه، ده كفايه الفيو البحر. وبعيدا عن يوم الجمعه الفطار كله شغال بس من غير اوبن بوفيه، وكمان بيعملوا مناسبات واعياد ميلاد واوتنج. واهم حاجه وعايزك تركز معايا ان المكان ده اي حد يقدر يروح، هو مش تبع الفندق، هو كافيه زي اي مكان في الدنيا، لا وكمان اسانسير بيطلعك لحد فوق. ونيجي بقى لبومبانيه الفيديو، الناس دي مبدعه قوي في الديكوريشن، زي الرومانتك دي اللي انت شايفه قدامك ده، حاجه كده في منتهى الرومانسيه. فبعد كل اللي بحكيه لك ده مفيش سبب واحد ما خلاكش تروح المكان ده. انت لو عايز تحجز دور كامل فالموضوع عندهم سهل وبسيط، لان المكان ده بالمناسبه هو دورين. فباختصار كده يا عزيزي هتدلع اخر دلع. والمكان ده اسمه لافيدا، موجود على كورنيش اسكندريه بعد سان ستيفانو بحاجات بسيطه جدا.